بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أتكلم على موضوع معاصر. أنا كنت دايما مش بميل لملاحقة الأحداث، بس الحدث بتاع النهاردة اللي هتكلم عليه كان لازم يدخل في المشروع بتاعنا، المشروع الفكري اللي احنا بنحاول نقدمه، أو الفكر الجيوبوليتيكي نظرا لأهمية الحدث، وهو العلاقات المصرية الإيرانية. عايز أقول لحضراتكم إن مصر وإيران لو علاقتهم استطعنا إن احنا نكون من خلالها منظومة للأمن الإقليمي، هنستطيع مواجهة المشروع الإسرائيلي ومن وراء المشروع الإسرائيلي أو القوى الاستعمارية اللي بتدعم المشروع الصهيوني في المنطقة، وعايزة تجعله هو المشروع الوحيد اللي قائم، أو الإرادة الوحيدة المسيطرة على الإقليم. إيران ومصر هما جناحي الأمة الإسلامية، أو الجهتين اللي بيمثلوا الشيعة والسنة. يعني احنا بنتكلم هنا على إعادة الحضارة الإسلامية لوحدة الصف. النهارده لازم هتكلم طبعا على أستاذي الدكتور حامد ربيع. هو أستاذي توفاه الله في نهاية الثمانينات، وكانت وفاته وفاة شائكة، لأن كان في حد في زيارة أو في مقابلة ليه مع واحد عراقي، وتم بعدها العثور على جسده رحمه الله جثمانه، وألف رحمة ونور عليه. وهو على فكرة يا جماعة هو أهم عقل سياسي عربي ومصري. يعني إيه عقل سياسي؟ يعني مفكر سياسي كبير جدا، استطاع أن هو يواجه المشروعات والاستراتيجيات المضادة للإقليم، ويحط نظريات لمواجهة هذه الاستراتيجيات. الدكتور حامد ربيع على فكرة أنا طبعا كنت عايز أعمل له حلقة خاصة بيه، بس أنا لازم هتكلم عليه النهاردة عشان أقول لكم إيه قصة مصر وإيران. الدكتور حامد ربيع زي ما قلنا ربنا يرحمه، هو حاصل على 6 دكتوراه من جامعات روما والسربون وباريس في العلوم الاقتصادية والقانون والسياسة والاجتماع. وكان في مصر هنا طبعا على أساس أنه هو مناوئ للمشروع الصهيوني والاستراتيجية الأمريكية، وبيرى أن مصر زي الدكتور جمال حمدان برضه. الدكتور جمال حمدان الله يرحمه، دول احنا زي ما قلنا حد بيدي جغرافيا سياسية وحد بيكمل على الجغرافيا السياسية لصناعة الجيوبوليتيك. الجغرافيا السياسية عامل ثابت، والجيوبوليتيك هو المتغير، يعني بيستغل الجغرافيا السياسية عشان ينميها ويقويها. المهم الدكتور حامد ربيع في نهاية منتصف السبعينات كده، بنتيجة اختلافه مع الرئيس السادات، خرج وعين مستشارا سياسيا لصدام حسين. طبعا كان ساعتها صدام حسين نائب للرئيس، وأسس الدكتور حامد ربيع كان من أهم المساهمين في تأسيس كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد ومركز دراسات الوحدة العربية. لما قامت حرب العراقية الإيرانية، عشان أوريكم بقى أهمية العقل السياسي العربي، وعايز أقول كلمة بسيطة. كلمة مفكر يا جماعة اللي هي بتتردد الفترات الحالية على أي حد يقول كلمتين يتقال عليه مفكر. يا جماعة كلمة مفكر ده يعني إيه؟ يعني عقل قادر على تأصيل الواقع. يعني أنا شايف دلوقتي وقائع بتحصل، أحداث. العقل أو المفكر أو التفكير أو الفلسفة بتتكلم في إيه بقى؟ إنها تاخد الواقع ده كله تجرده، يعني ترجعه للإطار الفكري والأصل الفكري بتاعه. وبعدين هل المفكر ده هينظر؟ يعني ايه ينظر؟ يعني يبتدي بعد ما خد الواقع ده حوله الافكار، هل هيحط قوانين ثابته للواقع عشان يتغير يروح لناحيه المستقبل بواقع مأمول، بواقع جديد؟ هو ده كلمه التنظير او النظريه او المنظر. زي مثلا كارل ماركس شاف الواقع الرأسمالي تمام،
وقال في اخطاء ايه وايه وايه اسباب الاخطاء دي، مثلا العلاقات، حاجه اسمها الماديه الجدليه والماديه التاريخيه، بس مش عايزه يعني اخوض في الموضوع ده كتير. وبعدين حط بقى نظريه اللي هي النظريه الاشتراكيه او الماركسيه او الكوميونتي، مش شيوعيه لكن هي ايه، المجتمعيه. المهم نرجع بقى للدكتور حامد ربيع واهميه الدكتور حامد ربيع. اختلف مع صدام حسين بسبب الحرب العراقيه الايرانيه. الحرب العراقيه الايرانيه يا جماعه اول مسمار في جسد المنطقه والشرق الاوسط. وعايز اقول لحضراتكم معلومه مهمه جدا، ان في منتصف السبعينات كان في حاجه بتبنى اسمها محور طهران الرياض القاهره، التحالف ما بين ايران والسعوديه ومصر. كان الشاه ايران محمد رضا بهلوي والملك فيصل والرئيس السادات. وعايز اقول لكم ان الثلاثه تم استهدافهم من خلال الاستراتيجيه الامريكيه اللي ما فيش حاجه بتقف قصادها، اغتيالات، تسميم، انقلابات، ان هم يرعوا استراتيجيتهم ويقتلوا اي حد ضد ايه، او يختلوه او ينقلبوا عليه ضد هذه الاستراتيجيه. وفي كتاب مهم جدا اسمه الاغتيال الاقتصادي للامم، عملوا عميل سابق لوكاله الامن القومي الامريكيه، وكان هم عندهم وكاله الامن القومي الامريكيه بترتبط مع المؤسسات الماليه الدوليه لإثارة المشاكل الاقتصادية والسياسية داخل الدول. المهم هرجع للدكتور حامد ربيع. الدكتور حامد ربيع على فكرة في كتاب نظرية الأمن القومي العربي أشار لمحور طهران القاهرة، طهران الرياض القاهرة، وقال عليه إن ده سبب مباشر في حالة الاغتيالات والانقلابات اللي حدثت في المنطقة. المهم بعد حرب العراق وايران ما ابتدت، الدكتور حامد ربيع اختلف مع صدام حسين، لان قال له الحرب دي لاستنزاف العراق واستنزاف ايران، واحنا امتين اسلاميتين لابد ان احنا نكون كتف واحده، وان ده، وكاتب كده في كتاب نظريه الامن القومي، الكتاب اللي قدامي ده، وده بالنسبه لي اهم كتاب في حياتي، يعني ده ماشي معايا على طول. كاتب كده ان الحرب سنه 83، الكتاب ده اتكتب سنه كام؟ 83، دار الموقف العربي. قال كده ان الحرب دي هتبقى هي بدايه سقوط العراق. لان ايران اللي حصل ايه؟ ان انت بتحاول تخلي الجسد العربي يشاكس في ايران. طبعا دول الخليج مع احترامنا الكبير للشعوب العربيه في الخليج، لكن دول الخليج دول حديثه ما عندهاش اي تقاليد في التعامل الدولي، وبالتالي ممكن يتشكل ادراكها بناء على عقل اجنبي او عقل اخر. فتمكنت انجلترا من تشكيل العقل الخليجي لدرجه الجبن والخوف من الفرس. طبعا الفرس ليهم ممارسات، والدكتور جمال حمدان دايما بيشير ليهم ان هم التآمريه، ان هم مؤامرات. طبعا العقل الفارسي عقل خطير، واحنا بنتكلم مع ايران لازم ناخد بالنا ان العقل الفارسي عقل خطير جدا. حتى هنري كيسنجر في كتابه النظام العالمي بيقول دايما ان العقل الفارسي العقل الدبلوماسي الفارسي هو اخطر عقل قابله هنري كيسنجر اللي هو ثعلب الدبلوماسيه. نرجع تاني للدكتور حامد ربيع. حذر طبعا صدام حسين وقال له ان دي الحرب دي بتدعمها الولايات المتحده الامريكيه واسرائيل عشان تبقى هي بدايه دخله الخنجر في الجسد العربي، علشان ايران بالطبيعي انها امه ذات مخزون تاريخي وحضاري ولها طموحات سياسيه. هتلاقي ان العرب بيتحدوا عليها، فهتبتدي تاخد استراتيجيه واجنده تتحالف فيها مع اسرائيل وامريكا على حساب الجسد العربي. وده اللي حصل فين؟ ده اللي حصل طبعا في العراق، وحصل في سوريا، وحصل في واي دوله عربيه هتتحالف ايران فيها مع امريكا او اسرائيل، لانها بتخشى ان الجسد العربي الكبير ده من المغرب لحد الخليج يتحالف عليها. عايز اقول لحضراتكم ان كانت في معركه اسمها شبه جزيره الفاو بين العراق وايران. طبعا مصر دعمت العراق فيها لان مصر كانت بتحمل لواء القوميه العربيه، بس كان الافضل لمصر
انها تحاول تحل المشكله اللي بين العراق وايران. وطبعا هي وقفت مع العراق لان هم اشقائنا وعرب، لكن كان المفروض نقف مع العراق ونتم المصالحه، ما نزيدش الموضوع، يعني ما نساهمش ان الموضوع يزيد، لان في فضيحه اسمها ايران جيت. ايران جيت دي يا جماعه اللي هي بتقول ايه؟ بتقول ان اسرائيل والله كانت بتدي اسلحه لايران، اسرائيل هي اللي بتدي اسلحه لايران، وامريكا بتدي دعم لمين؟ للعراق. حتى الاتحاد السوفيتي، ما هو خلي بالكم برضو ان الجيوبوليتيك العالمي ده جيوبوليتيك خطير جدا، وصعب ان احنا نفهمه من كتر التعقيدات. بمعنى ان مثلا الاتحاد السوفيتي يريد ايران مناوئه او مضاده لامريكا، لكن ليست قويه بما فيه الكفايه لمواجهتها هي، لان الاتحاد السوفيتي او روسيا عندها المنطقه الجنوبيه دايما عندها مشكله فيها، تخشى ان اي قوه تزيد يعني دايما عايزه اي قوه ليها سقف معين ما تصلش انها تبقى مضاده ليها او مناوئه ليها، زي مثلا هي روسيا تخشى من الصين، حتى لو بانوا ان هم مثلا حلفاء في بريكس، او لكن تخشى من ايه؟ قوه الصين تزداد على روسيا، وهكذا هي بتتعامل مع ايران. فكانت شايفه ان حرب العراق وايران هتستنزف ايه؟ الدولتين مع بعض، يعني كل دوله بتبص لمصالحها هي بس. المهم نرجع تاني، لما اختلف الدكتور حامد ربيع مع صدام حسين بسبب الحرب العراقيه الايرانيه، الدكتور حامد ربيع هرب وتخفى ولبس لبس بدوي وخرج من العراق عن طريق الاردن وجه مصر. ويقال بالرغم من عدائه الشديد لاسرائيل وان ممكن الموساد الاسرائيلي يكون هو اللي اغتاله، وهو على فكره استشهد في سبيل العلم وسبيل رفعه هذه الامه العربيه والاسلاميه، وليه كتب كتير جدا جدا هنتكلم عليها بالتفصيل. لكن هرجع واقول ان الدكتور حامد ربيع كان مستشار سياسي لصدام حسين، ونصحه ان هو ما يخشش الحرب العراقيه الايرانيه، لان ايران مش هتسكت ايران لها طموحات، وده اللي حصل فعلا في الاقليم، خاصه ان سوريا، شوفوا بقى العك بتاع العرب. فالعك العربي ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن ان سوريا حافظ الاسد كانت بتدعم ايران في حربها ضد العراق، حتى القذافي كان بيدعم ايران والخميني ضد ايه؟ ضد صدام حسين. يعني ما كانش في حد مؤمن قوي بموضوع القوميه والمشروع القومي والجسد العربي والامن القومي العربي، بالعكس هم كلها كانت صراعات على الزعامه العربيه. يعني انت بتتصارع مع دوله عربيه شقيقه ليك عشان انت اللي تبقى الزعيم القومي او الزعيم العربي. يعني انت كسوريا او حافظ الاسد وحزب البعث بتتصارع مع حزب البعث في العراق، يعني انت نفس الفكره، حتى نفس الفكره الحزبيه القوميه العلمانيه الاشتراكيه، تمام؟ بتتصارع مع ايه؟ بتتصارع مع نفس على يعني نفس الفكره بتاعتك، مش بس قوميه عربيه، لا نفس الفكره الحزبيه، وبتتصارع على الزعامه. يعني كانت كلها خناقات على زعامات. المهم عايز اقول لحضراتكم كل الكلام ده مكتوب على فكره في كتاب نظريه الامن القومي العربي للدكتور حامد ربيع، وهو بيتكلم على الحرب العراقيه الايرانيه. انا هقول لكم مثل خطير بس هقوله في الاخر، هقراه لكم بالنص، بس انا عايز اقول لكم حاجه، هي ايه الفكره اصلا من الحرب العراقيه الايرانيه؟ دلوقتي يا جماعه امريكا عشان تسيطر على المنطقه دي، هي عندها الجسد العربي ده لازم الف حواليه قوة غير عربية زي هي موجودة أصلا، وقوة لها طموحات ونفوذ إنها تمتد خارج حدودها زي إيران وأثيوبيا وإسرائيل وتركيا. هذه القوة غير عربية، وفي حالة وحدة القومية العربية خاصة بعد النموذج الناصري، هذه القوة خشت إن فعلا تقام إمبراطورية عربية كبيرة، وبالتالي القوة دي هتبقى قوة هامش وهتبقى ضعيفة، وممكن ان الجسد العربي او الامبراطوريه العربيه دي تاكلها. فالافضل لهذه القوى ان الجسد العربي ده يضعف وما يتوحدش او يندمج.
يندمج. بالتالي كانت في رؤيه، ودي من اخطاء القوميه العربيه، انها دخلت في منافسات حاده مع القوى الاسلاميه. يعني بدل القوى الاسلاميه دي اللي هي تركيا وايران ما تبقى داعمه ليك، انت دخلت نفسك في صراعات معاها ليس لها اي جدوى، الا ان انت اديت الفرصه لامريكا واسرائيل ان هم يخشوا بين المسلمين وبعضهم، ويخلوا في منافسه ما بين العرب والترك والعرب والفرس. وبالتالي يلاقي يعني هي البدايه، ما كان اللي عايز اقول لكم ايه، البدايه مش الحرب العراقيه الايرانيه، لا، النموذج الناصري او النموذج القومي العربي كان نموذج للاسف صدامي مع القوى الاسلاميه دي. كان المفروض هو يحاول يهدي معاها ويجد اتفاقيات وشراكات انها تبقى عوامل مساعده وعوامل مسانده ليه، بدل ما تبقى معاه في صدام. المهم لما امريكا نجحت انها تسخن العمليه بين الفرس والعرب وتعمل الحرب العراقيه الايرانيه، زادت تورط واخطاء ايران في تحالفاتها مع اسرائيل، وللاسف ساهمت ايران في اسقاط النظام العراقي. وطبعا احنا مش بنقول مبرر، ولكن دلوقتي ايران يا جماعه دوله لها مخزون حضاري وتاريخ امبراطوري، بترى ان وجود قوه زي العراق بالصداميه والعدوانيه ديت، وان كانت امريكا بتدعم صدام علشان يبقى عدواني مع ايران، عشان طبعا ايران تشعر بالكراهيه تجاه العراق ويبقى في دم بينهم. وده اللي حصل بالفعل. الدم ده لما اتولد خلى ايران تسعى بكل قوه انها تسقط العراق وتساهم في تجزئتها وتفتيتها. وهي الان على فكره ايران تشعر بهذا الخطا، لكن ليس لها بديل لعمليه المصالحه وان تلاقي حد يساندها غير مصر. لان زي ما قلنا ان امريكا كانت بتعتمد على هذه القوى في تحالفات وقتيه مع اسرائيل، حتى لما تقف اسرائيل على رجلها كويس في المنطقه وتتحول من دوله يا دوبك بتحاول تتواجد لدوله انها عايزه تفرض سيطرتها، وتبقى هي ايه عن طريق بقى ايه فكره الاتفاقات الابراهيميه والوهم اللي هم عايشينه ده، تبقى هي الدوله المهيمنه بقى ومملكه العالم والسيطره والايه الخزعبلات اللي في العقل الصهيوني دي تتم على الارض، وبالتالي مش عايزه ليها منافس. ايران دلوقتي تدرك هذه الاخطاء اللي هي ارتكبتها، بتحاول تقول والله يا جماعه ما اخطاتش، انتوا دلوقتي كنتوا بتتحالفوا عليا في حرب العراق وايران، ومصر انت يا مصر حتى ان انت كنت ضدي في هذه الحرب، وانا بقول لها لايران لا انا كنت واقفه مع العراق وانتوا ضحاك. المهم الكلام ده كله لازم يخلص، وان مصر وايران كدول اسلاميه وكجناحي هذه الامه يقفوا مع بعض، لان ده الخطر الحقيقي. وانا عايز اوجه كلمه للشعوب الخليجي، مش احنا زي ما قلنا ادراك السياسي الخليجي خلقته انجلترا وبعدها امريكا واسرائيل، لكن شعوب الخليج هي شعوب عربيه اخواتنا، مهما كانت في تصرفات ساذجه او تفاهات ده ما يغيرش من الحقيقه في شيء. طول ما مصر موجوده لا تخشوا من ايران، لان دايما ايران هتعمل حساب مصر كتير قوي، لان ايران مش عايزه تخسر مصر. ايران بتقول على مصر دايما في العقل السياسي الفارسي ان مصر حليف مدخر، يعني ده الحليف اللي انا هحتاجه في وقت الشده، وده وقت الشده اللي في ايران. احنا طبعا الفرس ليسوا الناس السذج او الملائكه، يعني احنا لازم برضو ناخد بالنا كويس قوي من العلاقات المصريه الايرانيه وتطوراتها، لكن ما اعتقدش ان ايران في ازمتها الحاليه ممكن انها تخون مصر او تخدعها، مش وقته خالص. لان لو بصراحه دي وجهه نظر ايران انها تمسك ان مصر تبقى ليها كارت او انها تخون او تخدع، هي بتخطئ نفسها هي اول واحده، لان هي في وش المدفع الاسرائيلي حاليا زيها زي مصر، وبالتالي لازم يتكاتفوا في مواجهه المشروع الصهيوني القادم اللي هو اخطر مشروع على المنطقه في هذا الوقت. النهارده حاولت كده اتكلم مع حضراتكم في الموضوع كبير، وممكن حتى الاحداث الفتره الجايه اتكلم عليه تاني
وفي الاخر بترحم على مفكرنا الكبير الدكتور حامد ربيع رحمه الله، اللي حذر في كتابه انا نسيت معلش، عايز اقول لكم النقطتين اللي هو قالهم الدكتور حامد ربيع. بيحكي، انا هلخص لكم الحكايه في صفحه 361 في كتاب نظريه الامن القومي. بيقول لك ايه على الحرب العراقيه الايرانيه؟ ان في مربيتين، يعني 2 دادات ماشيين بطفلين، هم ما يعرفوش بعض، ولكن هم ايه، كل واحده معاها طفل هي بتداديه، المهم ماشيين في جنينه، فالايه الطفلين يتمسكوا في بعض يتخانقوا، فواحده بتحوشهم بينهم وبين بعض، فالمربيه الثانيه قالت لها ايه، سيبيهم خلينا نستريح وننام شويه. هي دي العلاقه الحقيقيه بين السياد العالم اللي كان فيهم امريكا وروسيا على فكره، وفرنسا وانجلترا، فرنسا وانجلترا وروسيا وامريكا او الاتحاد السوفيتي في هذا الوقت، كانوا متفقين على الحرب العراقيه الايرانيه، بحيث ان هم يخلصوا على بعض وما تظهرش اي قوه مقاومه لا من ايران ولا من الجسد العربي للايرادات الاجنبيه. عشان كده الفتره الجايه يا جماعه احنا لازم نعيد تشكيل المنطقه ونعيد تشكيل الامن الاقليمي، وان دول الخليج لا تخشى من اي تقارب بين مصر وايران، بالعكس المفروض تدعم مصر وتقف جنبها، وفي سبيل ايجاد صيغه للامن الاقليمي تستطيع مواجهه المشروع الصهيوني. وان شاء الله هنكمل على المواضيع دي، لان الدنيا الاحداث متلاحقه وساخنه جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.